السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. انا مقلله نزول فيديوهات الفترة ديت عشان مش بشوف لايكات كتيرة بصراحة، والمشاهدات قلت، معرفش بسبب الاحداث اللي قايمة اليومين دول. ربنا يفرجها على الجميع يا رب. عايزين تعرفوا بقى احنا بنعمل الحمام ازاي وازاي طلع باللون الجميل ده؟ احنا ما بنحمرش ولا بنقلي في زيت، احنا بنعمله بطريقة صحية خفيفة لطيفة. عايزين تعرفوا ايه الصوص اللي احنا بنحطه عليه؟ تابعوا الفيديو عشان تعرفوا طريقتنا. يلا معانا. بصي يا حبايبي، احنا نعمل رز لحشو الحمام والفراخ. انا مش بسويه ولا بجلله بصل. رز الحشو بيبقى ني، البصل بتاع رز الحشو بيبقى ني، بيديكي نفس الحشو الجميل. ودي حاجه ترجع لك، عايزه تجلي، عايزه تحطي كبد وجوانس براحتك خالص. اللي عندي ما بحبوش كبد وجوانس على الحمام. الحمامه بتاخد ادمان وكبشه الايد، يعني كبشه ايدك كده. انا مش عارفه اعمل اهو. الحمامه بتاخد فوق وتحت جد كبشه الايد، والفرخه بتاخد جدها مرتين. تمام. الفرخه الكبيره اللي هي الساسو او الفيوم، غلينا ميه في الكادل. مش بسوي الرز بتاع الحشو، ما بجليش بصل، لازم احط البصله نيه. حتى لو جليت تحطي بصله نيه كبيره. وبنحط ميه، اغلي ميه في الكادل او تغليها في اي حاجه حتى على حسب المستطاع عندك كده، وتقلبيه. نقلبه كده عشان هي وساخه من حاجه، وتسيبيه منقوع نص ساعه على الاقل، وساعه ان امكن كده، كانك انت سويت الرز ده للحمام وحشو والفراخ. قلنا انا مش بسويه، وجربه عن تجربه يعني. انا بعمله كده على طول، عمري ما سويه. بصوا يا حبايبي، الاغلبيه ما يعرفوش مراره الحمام، لانها مش زي مراره الفراخ والبط والكلام ده. مراره الحمام اهي عامله زي القلب الصغير خالص، هي دي مراره الحمام. محدش قالها لكم قبل كده ولا حد تقريبا ياخد باله. دي هي مراره الحمام. ممكن انت بتعمليها على اساس انها كلوه او حاجه، فهي اللي بتمرر الاكل. تمام. وادي الحمامه انا وريتكم، لازم ننضفها من تحت كويس كده كده، ونطلع صابعنا كده منها، ونكسر العظمه دي علشان نوسع صدر الحمام كده اهو. بنتكي عليها كده اهو، طبقها كده اهو، تقوم الحمامه تعرض. لما تنحط فيها الرز تبقى كبيره وعريضه، فاهمين؟ تبقى جميله. لما تستوي بقى تنتفخ، تبقى كده شكل عريض وجميل. وهنوريكم لما نحشي، وهنوريكم ما نسوي في الفرن ونسوي على البوتاجاز ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، ده الرز بعد ساعة لما المية بردت خالص، اللي احنا حطيناها المغلية، معلقة سمنة بلدي وشوية نص كوباية زيت على حسب كمية الحاجة. انا عاملة كمية كبيرة فعلى حسب. وايه، 3 بصلات كبار، يعني حوالي نص كيلو بصل او زيادة زي ما انت عايز. هو كل ما تكتري له بصل بيبقى جميل. الحشو اللي هو ايه، مش بنحمر له بصل ولا بنعمل له اي حاجة. بصلة نية، فلفل اسود، حبهان ان وجد، مش موجود خلاص. ملح، بصل كتير. نقعنا الرز لمدة ساعة في مية، ما حطينا، غلينا مية وحطيناها فيه وسبناها لمدة ساعة. دي شكله كده، شفتي البصل باين فيه اهو. اللي بيحب يحمر وعايز الرز بني دي يعني حاجة ترجع له هو. هوريكم حمامة نحشيها مرة من قدام، هنا زورها واسع فهحشي من قدام كده كده. طب بصوا كده كده، بصوا اهو كده اهو. ما نكترش رز بقى، نبططها زي المنبار كده خالص، نبططها خالص كده خالص. ومن جوه املي، من جوه املي املي، ومش يهمك، ما تخافيش، مش هتتفرتك. الحمام هيتفرتك من فوق لو كترتي، لكن من تحت لا، مش هيجرى له حاجه. نحط رجليها كده المؤخره، والتانيه هنحطها تحت الرجل التانيه، مش معاها لا، عشان مش تنقطع، عشان المكان صغير كده. مالينا القلب، لكن من فوق لا، من فوق لا، عشان مش يتفرتك. تيجي تقولي وتدعي عليا، لا من فوق لا مش كتير، لكن من تحت حطي اللي انت عايزاه، مش بيجرى له حاجه الحمام. وادي الحمام، وانا وريتكم ان احنا كسرنا العظمه، هوريها لكم تاني. كسرنا العظمه، شوف العظمه باينه مكسوره اهي اهي، مش بطلعها بسيبها. ليه؟ الهدف منها انها بتعرض الصدر كده، وبالرز بتحافظ على الرزه. لما الصدر بيعرض كده غير ما العظمه بتبقى طالعه لفوق، وبتسوي الرز. بس ما تكتريش رز فوق. احنا حشينا ديك من قدام، هنحشي دي من هنا دلوقتي، من التوب من هنا، ومش كتير علشان مش تتفرتك من فوق. قلت لكم بنبطبطها كده، بنبطبطها خالص زي المنبار بالظبط. لكن من القلب املي القلب، ما تخافيش من القلب خالص. الخلطه كلها نصها بصل تقريبا، فالبصل هيسويها وهيديها ايه طراوه، ومش هتنزح. نفس الموضوع، هنحط الرجل في المؤخره من تحت كده،
والرجل التانية تحت منها، مش فيها معاها، لا تحت منها كده كده. تمام يا جماعه، كده احنا نكمل الباقي وبعدين نوريكم هنوريكم. حشو الفرخه كمان. تمام. وكمان احنا بنبقى محضرين حله فيها ميه وانه فيها بصله مفرومه وفلفل اسود بس وما بنحطش اكتر من بصله مفرومه، فلفل اسود، لو في حبهان تمام، مش فيه يبقى بلاش، لا مش مشكله يعني، مش هتقف على الحبهان. هنحشي من زور الفرخه، دي فرخه اللي هي الفيومي ال2 كيلو. مش ضروري تحشي التوب عشان لو هيتفرتك منك، عشان الفرخه تاخد سوا من ساعه وربع لساعه ونص على حسب حجمها، ممكن تاخد ساعه. شوفي انا حشيت زورها اهو. اوزع بقى الايه الرز، اوزع فيه عشان مش يبقى في حته واحده يروح متفجر كده وخرب عليكي الفرخه. لا احنا بنبقى نحشيها من فوق والفرخه بتبقى زي ما يكون 3 كيلو، بس مش امنه ممكن ايه تتفرتك منك. تمام. هنحشي القلب زي ما قلنا النص الاولاني، الفرخه النص الاولاني، الحمام قلت لك اديله زي ما انت عايز، من اللي هو في بطنها كده. في البطن في الفرخه الربع الاولاني، لا النص الاولاني قصدي. اما الحمام بتملي على الاخر عادي. طبعا خارمين ظهرها، طبعا خارمين ظهرها. وهنعمل برده رجلين زي ما احنا متعودين، زي ما عملنا في الايه، نحط واحده كده في المؤخره والثانيه ايه عكس من تحت الرجلين، تحت رجلها كده، والثانيه تحت رجلها عشان مش تفرتك المكان والرز ينزل منها. شايفه الثانيه رجل فين؟ تحت منها، زي اللي حاطه رجل على رجل. تمام. بس هننزل الحمام. اول حاجه يا حبايبي هنعمل ايه؟ هنحط الملح. قلنا ايه؟ اي طيور الملح الاول، ماشي. والفلفل الاسود. على فكره الريم اللي بيطلع على وش الفراخ والحمام ده عادي والله، بينزل بعد النص السوا بتلاقيه نزل في الشوربه اللي تحته، مش بقى له اي اثر. هنا هننزل الفرخه، ماشي، وهنا هننزل الحمام. بسم الله البدايه بس كده كده الجوانص. هنحط البصل وهنحط كل حاجه، ولما يغلي بنخلي النار تلتين، مش بنخليها عاليه على الاخر ولا واطيه على الاخر. الفرخه المحشيه رز، وهنا حطينا الحمام وبالهنا والشفا. وهنحط دلوقتي في في الميه نحط عليها بصل المفروم، طبعا دي بتخلي طعم الشوربه والمرق تبقى حلوه. مش بنحط غير البصل، بصله مفرومه. اي افتكاسات تانية بتغير طعم الشوربه، كانك ما شربتيش حاجه، يعني بتبقى كانك بتشربي شوربه خضار، لكن هي على الشوربه بصله مبشوره او مفرومه مدعوكه بالفلفل الاسود وتنحط عليه، وحبهان ان وجد، مش موجود خلاص، حبهان، فلفل اسود، ملح، بصل مبشور، بدي نكهه مش اكتر من كده. كده هتحس انك بتشربي شوربه، لكن ممكن تحطي نص طماطمايه عادي، لكن فلفل وشطه واللي بيحطوه والبصله السليمه والكلام ده انت بتشربي البوكي جرنيه اللي بيقولوا لا مش للشوربه. في قماصيه وقعت هنا. تمام ماشي، يلا نكمل ونوريكم بعد ما يستوي. الحمام اهو اخد ساعه ونص بالظبط. انا مش عارفه اللي بيقولوا بياخد ساعه الا ربع ازاي يعني، او مش عارفه، يمكن مش عارفه. الحمام اهو لسه الحله بتجلي بقى، مش طافيين عليه. حمام اهو بسم الله ما شاء الله، يمكن ده عشان حجمه كبير. شوف الحمام عامله ازاي عشان كسر العظمه تحس صدرها عريض. التربه اهي انا ما شلتش ريم ولا حاجه، مفيش اي ريم عليها، مثل ما انت غاسله حاجتك نظيفه. شوف الحمام عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا اللي هياكل. شوف الفرخه اخذت وقت زي الحمام، ساعه ونص عشان هي فرخه كده. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا اللي هياكل. خدت ساعه ونص، الشوربه نظيفه زي الفل اهي برضه. هنا حطينا معلقه صلصه، معلقتين ميه، سن على راس المعلقه توم لو حبيتي، فلفل اسود، شعره ملح بسيطه خالص، وهندي الوش. وانا هرش عليها سمنه او زيت عشان لما اجي ادخلها الفرن مباشره عشان الماده الدهنيه ما تنزلش تحت ووشها ينشف. يعني بحمر في الفرن، ما بحمرش في سمنه ولا في زيت. هنكمل الباقي ولما يطلع من الفرن هنروح ان شاء الله. ده يا جماعه الحمام اللي احنا عملناه ودهناه بالصلصه وعليها على راس المعلقه شويه ثوم
وفلفل الاسود، وفي الاخر قبل ما ندخله الفرن رشينا عليه رشه زيت او سمنه اللي انتوا حابينه بقى حطوه يعني، ودخلناه الفرن. احنا مش بنقلي، تمام. وما شاء الله تبارك الرحمن بألف هنا. كل سنه وانتم طيبين. ومتنسوش يا جماعه اللايك وكومنت بقى واشتراك. ما تنسوش بقى اللايك يا جماعه. يلا سلام.